السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتي أطيب ما جربت. جيتكم اليوم بوجبة متكاملة رمضانية صحية تتكون من 3 أطباق. عنا أول طبق هو حساء. اليوم اخترت لكم حساء البسباس الصحي اللذيذ جدا، يعني نبدلو شوربة فريك حريرة، نبدلو شوية. عندي أيضا الطبق الرئيسي اللي هو دولمة الكرنب قليل الزيوت، لذيذ جدا. وعندي أيضا اقترحت لي عليكم التحلية، تحلية البرتقال بدون سكر أبيض. إذا ما نطولش عليكم، نروحوا إلى المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للحساء، حساء البسباس، بما أنه هو حساء البسباس يعني البسباس راح يكون أكبر كمية. عندي شوفلوغ، عندي حبة طرشي، عندي بصل، عندي سنينة توم، عندي قرن حار، وعندي صدر من الدجاج، وعندي حبة لفت. يعني الكمية الكبيرة هي البسباس، وتقدري تضيفي الخضر اللي تحبيهم. وعندي أيضا في الأخير صفار بيضاء وعصرة قارص وجبن، هذو اختياريين. كما راكم تشوفون أنا ندير 2 ملاعق زيت ديالي ونرمي كامل الخضرة. وعندي المعدنوس أيضا ما ننساش، نخلي كلش يتقلى مليح ونمرق. بالنسبة لنا للملح، يعني بالنسبة لي زيبيس عندي الكمون ركزت عليه. كما راكم تشوفوا هنايا أنا هنايا ندير الكمية اللي راح نتناولها فقط، القارص والصفر تاع البيضة وكمية من الجبن، قطعة ولا قطعتين، ونميكسيهم. هنايا نروحوا إلى طريقة تحضير دولمة الكرنب. المكونات كما راكم تلاحظوا هنايا، عندي هنا أوراق الكرنب. وش كنت درت لها؟ كنت درت ماء سخون غالي، درتها لداخل بضع دقائق وطفيت عليها حتى تولي بهذه الطريقة، يعني نقدر نلويها كما نحب. عندي دجاج اختياري، وعندي الصدر من الدجاج باش نرحيوه ونديروه في لافاغس، هذا ضروري. عندي لاصوص حميصة، طماطم، معدنوس، توم، وعندي رز مغلي باش نديروه في الحشو. نفوتو هنايا في لاصوص، صوص غوج عادية، ملعقتين من الزيت. ندير نحط صدر الدجاج تاعي يتقلى مليح كالعادة باش يدي هداك اللون الشباب. بعد ذلك نضيف الطماطم والثوم وباقي المكونات كما راكم تلاحظوا في الصورة. الآن نروح نحضروا لافاغس ديالنا. عندي هنا صدر من الدجاج ولا قطعة وش يكون عندك، نطحنوه كما راكي هنايا تشوفيه. انا نفضل نطحنه في المنزل، يعني نجيب اناء نحط الدجاج اللي طحنته مع الرز مع المعدنوس مع الثوم مع لي زيبيس. عندي كمون، عكري، فلفل الكحل اللي درتهم في لاصوص نفسهم. عندك ثوم مرحية إلى عندك. وندير الحبة تاع البيض ونمزج المكونات ونبدا نشكل في الدولمة تاعي كما راكي تشوفي هنايا، كيما نلويوها كيما نلويو البوراك. يعني الصورة راهي واضحة. تحبي ديريها أصابع، تحبي ديريها مربعات كيما البريك، كيما تحبي. إذا كيما راكي تشوفي هنايا الدجاج تاعي خلاص دخلو الطياب. نستف أصابع تاع الدولمة ديالي في لاصوص ونغطي عليها ونخليها حوالي 5 دقائق ولا تتجمر مليح. نروحوا للوصفة ديالنا، الوصفة الثالثة، تحلية البرتقال. كما راكم تشوفوا المكونات هنايا، عندي 3 حبات برتقال، عندي 3 ملاعق نشا، تقدري تستبدليها بفرينة الشوفان ولا الفرينة الكاملة. عندي حبات تمر، عندي حوالي 10 حبات. هنا انتيا عندك الاختيار، تحبي ديري التمر، تحبي سكر ستيفيا، وش يكون متوفر عندك، عسل طبيعي. والكمية انا نقترح عليك وانتي
أنا ما نحبش حاجة حلوة بزاف تجي يعني مشي حلوة بزاف، تحبيها تجي حلوة زيدي. عندي كاس تاع الحليب كما راك تشوفي هنايا، ندير حبة تاع التمر نطحنهم ونحطهم في كسرونة، ونزيد لهم مغرف ونص مايزينا، ونزيد لهم الصفار تاع البيضة، ونحطهم فوق النار ونحرك مليح حتى نتحصل على كريمة. نجيب الكؤوس ديالي ونفرغ الكريمة تاعي كما راكي تلاحظي هنا، نديروها كطبقة أولى. يعني وتحبي تنقصي على روحك تقدري ديري طبقة واحدة في كوب كامل وتجي تحلية لاباس بها. يعني كما راكم تشوفوا هنا فيديو راه فيه 3 وصفات، تحبوا الوصفة بالتفصيل شوفوها في فيديو وحدها. نروحوا هنايا، عندي هنايا على 2 حبات من البرتقال، كنت نحيت لهم بشرتهم، نحيت لهم الزست وقشرتهم ودرتهم هنايا في البلاندر ولا في إناء بالميكسور واش يكون عندك. ضفت لهم حوالي ربع كأس من الماء، ربع ما يلحقش النص ولا نص. كما كنت لاحظوا أنا حطيت الحبة كاملة، أنا نحب الفواكه نحطهم كومبلي نستفاد من كامل القيمة تاعهم، أنه كي نعصروهم راح تروح تنقص القيمة الغذائية بزاف. كما راكم تشوفون ميكسيوهم هنايا. بالنسبة للتحلية هنايا كنت ضفت 2 ملعقة من العسل الطبيعي، وانتي حليب واش عندك، دبس التمر، تحبي حبات من التمر، احنا نمدلكم الأفكار وانتوما حرين، وذوقوا الحلاوة، تحبوا تزيدوا. هنا كطبقة ثانية حطيت هذا البسكوي شما يعني كنت شربته في عصير برتقال ودرتو كطبقة ثانية. كما راكم تشوفي هنايا هذاك المزيج تاعي كنت ضفت له 2 ملعقة من العسل كتحلية. ومن بعد ضفت ملعقة ونصف تاع النشا. تقدري تستبدليها بفرينة الشوفان، فرينة كاملة، يعني حنمدلكم أفكار وانتم على حسب واش عندكم وعلى حسب واش يناسبكم وعلى حسب حالتكم الصحية. إذا كما راكم تشوفوا فوق النار حتى نتحصلوا على كريمة نحطها كطبقة ثالثة في الكؤوس ديالي. يعني كما قلت لكم حنمدلكم أفكار، لكن كل واحد على حساب حالته. كاين اللي يعاني من السمنة يحب ينقص في الميزان، كاين اللي راه في مرحلة تثبيت، كاين اللي الحمد لله يحب يحافظ على صحته. يعني انت على كل واحد يدير المكونات يعني على حساب الحالة تاعو. كطبقة أخيرة هنا واختيارية إضافية، درت هنا طبقة من مربى البرتقال اللي كنت حضرته معاكم، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. إذا كانت هذه التحلية تاعنا جات من أروع ما يكون، وذوق البرتقال حاضر بقوة. كانت هذه هي وصفاتنا لنهار اليوم، نتمنى تعجبكم، وخلوا لي رايكم في التعليقات إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، يعني يشمل عدة وصفات ولا تحبوا كل وصفة وحدها، مع أنه راح نخلي لكم كل وصفة بالتفصيل وحدها. وهذا الفيديو راح تلقاوه، يعني حندير لكم قائمة تشغيل جديدة تحضيرات رمضان فيها أطباق خاصة بالشهر الفضيل، والتفاصيل تلقاوها كل فيديو وحده. ما تنساوش تخلوا لي رايكم وديروا لي لايك، واللي ما راش مشترك يدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. إذا في نهاية الفيديو واش نقول لكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة وفي أمان الله في فيديو قادم إن شاء الله تعالى.